عمرك فكرت في الموت؟ الموت هو السؤال الأكبر في حياة كل إنسان، وأكتر حاجة بننكرها كل يوم. وهو السؤال كبير حاول كل الفلاسفة وكل الأديان إن هم يلاقوا له إجابة. بس يا ترى لو كان عندك الاختيار إنك تعرف هتموت إمتى، هتعمل كده؟ تتخيل ده هيخليك عامل إزاي؟ هل هيخليك صوام قوام ولا هيدفعك دفعاً ناحية الجنون التام؟ السؤال الفلسفي العميق الغير تقليدي ده هو فحوى رواية قانون تتبع الموتى لياسمين سعيد الجوهري. والحلقة دي من البودكاست أنا استضفت ياسمين عشان أسألها عن روايتها قانون تتبع الموتى وأتكلم معاها في الفكرة الغير تقليدية دي. هي فكرة غريبة. هنسألها إزاي بدأت رحلتها في الكتابة. أنا متخيلة إن الإنسان لما بيبتدي يقرأ من هو صغير بيحس إنه نفسه يكتب. هنتكلم معاها عن كتابها وكاتباتها المفضلين. وأنا صغيرة كنت لما بقرأ نجيب محفوظ ما كانش بيعجبني قوي. هنسألها إزاي بتتعامل مع النقد، ما بعدش في حد بقى بينزل في الجرايد وما فيش جرايد أصلا. وعن تجربتها مع ورش كتابة. للأسف المدارس أو الجهات أو الجامعات اللي هتبقى متخصصة مش هتبقى متوفر لكل الناس إن هم يدرسوا فيه. هنسألها عن تجربتها في النشر، دار النشر في الآخر هي بيزنس. وهل سؤال الموت كان شاغلها هي بشكل شخصي؟ سؤال إيه في الموت بالظبط؟ لأن الموت فيه عدة أسئلة. وإيه رأيها فيما يشاع إن الكتابة دايماً شخصية؟ لا، هي الرواية كلها شخصية. وإزاي كتبت ساي فاي وهل في أساس علمي لفكرتها دي؟ يعني هي علميا فيها جزء حقيقي. وعن رأيها في تأثير الذكاء الصناعي على النشر والإبداع. حسيت إنها فعلا هي باين عليها إنها مش آدمية. ودي أول حلقة في البودكاست هتكون فيها ضيفة تتكلم فيها عن كتابتها. ياسمين، أهلا بيكي في البودكاست. أنا مبسوطة جدا إنك معانا وحابة نتكلم النهاردة عن روايتك الأولى قانون تتبع الموتى. في البداية هي فكرة غير تقليدية شوية، فكرة ليها علاقة بالموت والتفكير في الموت وأثر معرفة الإنسان وفضول الإنسان إنه يعرف تاريخ موته. فالفكرة الغير تقليدية دي جاتلك إزاي؟ بصي يا ستي، أنا كنت راكبة في أتوبيس فمن فترة كبيرة بعد الكورونا، فأنا في الباص وأنا راكبة في 2 اتخانقوا. أنا حقيقي مش فاكرة اتخانقوا على إيه، معرفش، أنا حتى مش فاكرة، كانت حاجة يعني ملهاش لازمة خالص، ده اللي أنا فاكراه. فانا مستغربه قوي، عماله ابص للناس دي، يعني يا جماعه في سري طبعا، والدنيا كبرت قوي والسواق وقف والناس اتلمت. يا جماعه يعني الموضوع التافه ده، لو احنا بكره عارفين هنموت هتتخانقوا على الكلام ده؟ بس هي الفكره دي دخلت جوه مخي، قعدت افكر فيها طول ما انا مروحه. بعدين طبعا دلوقتي التكنولوجي مسهله كل حاجه في الدنيا، سيرش وجوجل والكلام ده. فقعدت سيرش بقى في الموضوع، يعني ادخل بقى في الجينات وفي الناس، في واي اصلا الناس تعرف بيها هتموت امتى وحاجات زي كده. وبعدين اخدت الورك شوب بتاعت الكتابه. انا بحب الكتابه قوي من زمان قوي، بس توقفت عنها فتره كبيره، وقررت في الوقت ده بقى ان انا عايزه ارجع تاني، فاخدت الورك شوب بتاعه الكتابه. في الورك شوب انت مفروض بتتدرب على فكره فرعيه، ازاي تكتب روايه، وبيبقى عندك الفكرة الأساسية بتاعتك انت شايلها كده في الدرج عشان بعد ما تتمرن على الفرعية تكتب الأصلية. فده اللي أنا عملته، دي كانت الأصلية. كان في واحدة فرعية في الرواية، في الكورس سوري. وبعد ما خلصت دخلت بقى في الموضوع ادفانسد، وابتديت ان انا اكتب في الفكرة الأساسية ديت. يعني مع جروب برضو كنا بنكتب مع بعض وبس، فطلعت بقى الرواية. بما إنك ذكرتي الورش، خلينا قبل ما نتكلم عن الرواية أسألك إزاي أصلاً دخلتي في الكتابة، خصوصاً إن أنتي دراستك كانت ليها علاقة بالتجارة، شغلك ليه علاقة بحاجة تانية يعني أقرب للتكنولوجي. فإزاي دخلتي الكتابة وإيه كان دافعك للكتابة؟ بصي انا في الاساس زي ما قلت من وانا صغيره قوي قوي كنت بقرا، يعني من وانا افتكر في ابتدائي اولى اعدادي حاجه كده. كنت بحب القرايه قوي. فانت لما بتقرا، ده انا عندي تصور كده، يعني الله اعلم دي حقيقه كل الناس ولا لا. بس انا متخيله ان الانسان لما بيبتدي يقرا من هو صغير بيحس انه نفسه يكتب.
لمّا بتشوفي الحاجات اللي بتقريها قد إيه حلوة وقد إيه جميلة من وأنتِ صغيرة، فالموضوع بيخلق جواكِ إنِّك نِفْسِك تكرّري أو تعملي حاجة شبه اللي أنتِ بتقريه. فأنا ابتديت أقرا يعني من الحاجات بقى اللي كنت باعشقها وأنا صغيرة كانت هاري بوتر طبعًا، وبعدين ابتديت أقرا حاجات عربي وأنزل أشتري من المكاتب ولمّا بنروح معرض الكتاب وكده، فالموضوع خلاص يعني إيه، بقى عندي حاجة كده باحبها، ابتديت أقرا أكتب حاجات بقى اللي هي بتاعة أطفال دي، يعني كنت صغيرة كنت ساعتها في إعدادي وأنا ابتديت أكتب بقى في نوتة كده كل الحاجات القصص اللي ممكن تيجي في بالي. والموضوع فضل فترة معايا مكمّل أوي، أوي إن أنا باحب الكتابة، وبعدين قعدت فترة لظروف شخصية انقطعت خالص عن الكتابة تمامًا، وجيت بقى الفترة بتاعة الكورونا دي من بعديها يعني إيه بقى أنتِ عارفة كان عندنا وقت كتير، فقعدت أكتب بقى، وبعدين قررت لأ أنا مش عايزة أكتب كتابة هواة بقى أو كتابة عادية، اللي هو حاجات لنفسي، لأ أنا عايزة أكتب بجد وعايزة أكتب روايات. فابتديت بقى إن أنا آخُد course في الموضوع، ابتديت أكتب لحد ربنا كرمني بقى ونزّلت الرواية بتاعة قانون تتبُّع الموتى يعني. عايزة أقول لِك إن أنا وأنا باقرا الرواية ما كنتش عارفة أصنّفها، هل هي sci-fi والّا dystopia بما إنه أجواءها ظلامية جدًا. في العموم علشان العالم بتاعها عالم في المستقبل، فباقول إنها sci-fi. بس أنا يعني أنا باحب أكتب حاجات عن المشاعر اللي الناس بتحس بيها. كنت حابة برضه إن أنا حتى لو هاكتب حاجة عن فكرة extreme زي دي، إنها برضه تبقى بإيه، من خلال البشر اللي عايشين فيها. الرواية مكتوبة بلسان المتكلم، ومن بين الشخصيات اللي أنتِ اتكلمتِ عنهم في شخصيتين ظلاميتين مقبضتين جدًا، منهم شخصية serial killer. فأنا عايزة أسألِك أنتِ إزاي قدرتِ تكتبي عن شخصية serial killer خصوصًا إنه مش من الدارج أوي في الأعمال العربية إنها تكتب عن الserial killers وتناول الفن عمومًا، يعني لو هنتكلم عن الدراما حتى بعيدًا عن الروايات، لشخصية الserial killer عادةً بيبقى مش مضبوط أوي من ناحية علمية، فأنتِ إزاي عرفتِ تعملي التوليفة دي، إزاي قدرتِ تكتبي بلسان المتكلم عن شخصية قاتل؟ هو الرواه متكلمين، يعني أ أنا بادخل جواهم وأتكلم بلسانهم. فيمكن هو ده اللي مخلّي الموضوع مُبهِج إنك تبقى جوّه دماغ serial killer شوية، ممكن هي دي اللي تكون مُبهِجة، ما أعرفش أنا كتبت والله يعني أنا جات لي آراء مختلفة، كل حد كان بيقول لي أنهي section بيحبه، أنهي section مش عارفة إيه، بس أنا يعني أنا حسّيت إن أنا ادّيت لسليم حقّه في الموضوع. أنتِ كتبتِ رواية في قد إيه وقت يا ياسمين، من الفكرة للتنفيذ؟ بُصّي، هي الرواية كوقت اتكتبت say مثلًا أول draft في 3 شهور. بعدين بقى الdraft 2، 3 يعني الdraft اللي اتنشرت تقريبًا كانت 4. يعني أخدت في الdrafts وقت، بس يعني كنت مثلًا باخد شهر في كل draft، بس الحاجات دي ما كانتش ورا بعضها، يعني كان في فترات توقُّف، لحد طبعًا ما بعتّها لدار النشر ديوان، وبعدين ديوان كان عندهم comments، فأنا شُفت إيه الcomments منها اللي أنا قادرة إن أنا أعمل لها applying في الرواية وأطبّقها، وابتديت إن أنا أطبّقها، فدي تعتبر إيه draft 4. المدة نفسها مش عارفة أقول قد إيه، لإن هي كانت وقت متقطّع، ما كانش وقت متواصل يعني. دايمًا في لغط حوالين الوِرش، مش بس في الروايات كتابة الروايات أو الكتابة الإبداعية، بس حتى في كتابة السيناريو، في التمثيل، في كل الفنون عمومًا. في رأيِك الشخصي الورشة أضافت لِك إيه، وأنتِ أصلًا دخلتِ الورشة بإيه؟ بُصّي، كل حاجة في الدنيا ليها أصول عشان تتعلّمها، دي حاجة ما أظن ما فيش حد يختلف عليها، كل حاجة ليها قواعد. في حتّة sense إن هي بتبقى إنسان عنده آآ edge في حاجة، يعني عنده سِكة موهبة، عنده شطارة، بس كل حاجة في الدنيا ليها قواعد لتعلُّمها. فأنت بتتعلّمها وكل الناس تقدر تكتب، يعني لو أنت عرفت إزاي الرواية بتتكتب كل الناس هتقدر أي نعم مش كل اللي هيتكتب الناس هتحبه أو هيبقى حلو، ولكن ده لا يمنع إنه خلاص الإنسان اتعلّم المهارة دي بتشتغل إزاي أو بتتعمل إزاي. فأنا لأ، أنا مع جدًا إن الإنسان للأسف المدارس أو الجهات أو الجامعات إنها تبقى متخصصة مش هتبقى متوفّر لكل الناس إن هم يدرسوا فيها.
فمثلا اوريدي حد كان خلص جامعة زيي هيبقى ايه الواي عنده ان هو يدرس غير ان هو ياخد ورك شوب تعلمه. فالورك شوبس بالنسبة لي اختراع هايل، مش اختراع، هي موجودة منذ فجر التاريخ يعني. فهي لطيفة وهي ضافت لي، وانا اتعلمت ازاي اكتب، وازاي اكتب سرد، وازاي اكتب حوار، وازاي ابني حبكة فتعلمت منها كل حاجة. فبصراحة يعني انا مع الموضوع جدا، وكانت تجربة مفيدة جدا جدا. وانا كنت باخد مع الكاتب طبعا جميل، كلنا بنحب كتبه، كاتب محمد صادق. فهو بصراحة برضو عنده كمان شاطر في حتة او ملكة التدريس، فهو كمان بيقدر يوصل المعلومة بسهولة. آه، فكانت كلها تجربة الحمد لله جميلة، وكان معايا جروب لطيف جدا سواء في الكورس الكبير او لما ابتديت نعمل الورك شوب الاصغر اللي هي ادفانسد اللي هو ناس قليلين. برضو كانت تجربة هايلة الصراحة، واستفدت منها، وكمان كونت صحاب وكونت ناس ليهم نفس الباشن ونفس التفكير ونفس الدماغ في الكتابة. فكانت فكرة حلوة الصراحة يعني، أنا استفدت منها شخصيا. الورشة اللي انتي خدتيها كانت في قد ايه؟ كانت على مدار كام شهر؟ يعني هي بتبقى حوالي 3 شهور تقريبا، اللي هي الأولى والتانية برضو كانت نفس الفكرة. أنا خدت ورشتين ورا بعض، واحدة عامة شوية بتديك البيزكس، وواحدة تانية متخصصة. فتوتالي يعني حوالي 6 شهور دراسة. امم كتير برضو commitment يعني. بس مش بيبقوا ورا بعض يعني، كان في تايم جاب محترمة بين الاتنين. بس مم. طبعا كوميتمنت، ما دام انا بحب الحاجة لا انا هكمت ليها للآخر. انتي قلتي وانتي صغيرة كنتي بتحبي هاري بوتر، وبعدين مع الوقت بدأتي تقري عربي أكتر. ايه روتين قراءتك في العادي، ومين كتابك المفضلين؟ بصي، هو في حاجة ان انا وانا بكتب مش بقرأ، عشان ما تأثرش وانا بكتب بحد. تمام. بس في العموم بقى في العادي لا الحمد لله بقرأ بشكل يعني، اوقات قراءة ليه، اوقات قراءة كتير، وبقدر ان انا يعني اشوف اقرا كذا عمل في نفس السنة يعني. وانا يعني بصي انا يعني في ناس كتير قوي بحبهم مش عارفة ابدأ منين. بس انا في حاجة، وانا صغيرة كنت لما بقرأ نجيب محفوظ ما كانش بيعجبني قوي. يعني كنت باتضايق، يعني باحس إن أنا مش حابة اللي أنا باقراه. لمّا كبرت لأ، ابتديت أفهمه، يعني باحس إن نجيب محفوظ محتاج وعي معيّن وسِن معيّن عشان تفهمه، أ عشان تستمتع بيه، بلاش تفهمه. الفهم ممكن يبقى متاح للكل، بس الاستمتاع لا. يعني نجيب محفوظ على cover، يعني مش cover أوي، يعني مش كبيرة أوي، بس يعني حبيت كتابات نجيب محفوظ. لكن وأنا صغيرة كنت باقرا بقى حاجات كتير، يعني كانت أكتر بتشدني الحاجات اللي فيها مغامرات والكلام ده زي هاري بوتر والكلام ده. بس مثلًا حاليًا دلوقتي أنا شايفة إن الكاتبات يعني في كتير أوي باحبهم. أنا باحب جدًا نورا ناجي مثلًا، باحب دكتورة ريم بسيوني جدًا، آمم باحب كتب رضوى عاشور جدًا. يعني في ناس كتير برضه. في الرجالة أنا باحب طبعًا أكيد محمد صادق، وإلا ما كنتش خدت كورس معاه يعني. باحب يعني في ناس كتير أوي، أوي بصراحة يعني باحبهم، باحب حاليًا أقرأ لهم حتى. ف ما فيش روتين محدد، يعني أنا باقرأ اللي باحبه وباكتب اللي باحبه برضه بالمناسبة. نتكلم أكتر بقى عن تجربتك مع النشر. في انطباع عند بعض القراء إن في حاجات كتير أوي بتتنشر والquality بتختلف، في حاجات حلوة أوي وفي حاجات سيئة جدًا، وده بيظهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب مثلًا. في influencers بينزّلوا كُتب مش بالضرورة بتبقى حلوة للأسف، في حين إنه في برضه انطباع إن في شباب ممكن يكونوا أو كُتّاب أكتر موهبةً مش بياخدوا حظوظهم في النشر. فكلمينا بشكل عام عن تجربتِك مع النشر. بُصّي، أنا طبعًا قبل ما يعني أنا خُضت تجربة طويلة أنا وأصحابي في موضوع النشر ده شوية. يعني عشان نبقى fair، دار النشر في الآخر هي business. فهو عايز حد يساعد في الbusiness ده، وهيجيب كُتّاب already يا معروفين، يا مثلًا شوية معروفين أو كده،
وبيبقى عنده نسبة حاططها هو للكتاب الجداد أو الشباب، مش كل الدور كده، بس يعني أغلب الدور الكويسة المعروفة بتبقى عندها النسبة دي للشباب الجداد. طبعًا أنا مش معروفة خالص قبل الرواية، ما كتبتش حاجة، وأنا اللي نشرت حاجة قبلها، ما كانش في حاجة منشورة ليّا قبلها يعني، فالموضوع ده بيزوّد صعوبة إنك أنت تلاقي دار تقبل الرواية بتاعتك. فأنا كنت بابعت للدور النسخة بتاعة الرواية بتاعتي، بحيث إن أنا يعني باجرّب بصراحة، يعني مش ما باخافش، فباحب أجرّب. ف لحد ما ربنا وفّقني إن أنا بعتّ الديوان، وديوان ردّوا على طول بعد فترة يعني، و نشرت معاهم، وبصراحة يعني أنا شهادتي في الناس مجروحة، بس دار ديوان فعلًا، فعلًا الناس فعلًا كmanagement من أكبر لأصغر حد، ناس محترمين جدًا وprofessional أوي في التعامل، وكانوا بيشوفوا إيه اللي بيريحوني وبيعملوه بصراحة، فكانوا بياخدوا رأيي في كل حاجة. يعني كنت ما فيش يعني باحس إن أنا بيعاملوني كإني مثلًا already كاتبة قبل كده كذا مرّة وبتاع، وليّا كتابات منشورة عندهم كتير وهكذا، فبصراحة يعني أنا الحمد لله ربنا وفّقني في التجربة مع ديوان. آمم، بس يعني أنتِ بتقولي valid، الموضوع مش سهل، لكن مش عايزة أقول مش يعني الprocess طويلة شوية بس مش مستحيلة. وطبعًا كل أمّا كنت حد جديد ما لكش حاجة منشورة أو كده، بيبقى الموضوع أصعب. آآ بس يعني هاقول إيه، based on experience، أنا جرّبت والحمد لله ربنا كرمني، فأكيد آمم يعني أكيد الموضوع متاح للجميع. تفاوت بقى في مستويات الكُتب والكلام ده يعني هي أذواق الصراحة. أنا ما أقدرش أحكُم بقى، أنا already منزّلة رواية، فمش يعني أنا عامةً في العموم مش باحب أحكُم على كتابات أي حد، بس الحاجة الحلوة already الناس هتقراها وتعجبها، الحاجة اللي مش حلوة خلاص الناس مش هتعجبها، بس ما عنديش حاجة في القصة دي أزيد من كده يعني. أنا كمان شهادتي مجروحة، بس أنا بالنسبة لي كقارئة ديوان top في آخر كام سنة، هم وكام دار نشر تانية. وهُم كمان يعني طريقتهم وأسلوبهم ما أنا باقول لِك أنا كنت حد مش معروف خالص، ومع ذلك كان أكبر وأهم حد في الدار كان بيكلمني وكان بيتشاور معايا، يعني ما كانش في أي حاجة فيها أفكار اللي هي اللي إحنا بنسمع عنها ما فيش كده، الناس كانت محترمة جدًا professional جدًا، ولحد الآن يعني أنا كنت مفروض هانزّل يعني باكتب في رواية جديدة، و و وهُم لحد الآن الناس لو خلّصتِ ربنا يقدّر نقدر ننشر مثلًا في المعرض الجاي، فalready الناس بصراحة يعني يعني ناس كويسين جدًا. فأنا كانت تجربة بالنسبة لي الحمد لله ربنا وفّقني فيها. بس زي ما قُلت لِك أنا ابتديت، هُم ما يعرفونيش وأنا ما أعرفهمش، فالموضوع متاح للجميع. ما دام معاك حاجة هُم كمان بيدّوا إرشادات وتوجيهات كويسة جدًا، وبيساعدوا جدًا، فيعني ما حدش يخاف يعني، جرّب هتخسر إيه يعني already لو ما اتنشرلكش أو الناس رفضت الرواية أو بعتّ لكذا دار وما اتقبلتش، ما مش آخر الدنيا يعني، إن شاء الله، إن شاء الله في فرصة لكل حد، لكل الناس يعني بس. هاسألِك بقى لو ينفع أسأل، رواية جديدة sci-fi زي الرواية الأولى والّا إيه الgenre بتاعها؟ بُصّي والله يعني مش هاخبي عليكِ، أنا بابدأ الرواية بفكرة وبعدين بالاقيها راحت لحتّة تانية خالص. أنا already أنا باعمل outline على فكرة وبابقى محددة أنا هاكتب إيه. آمم، هي فكرة غريبة، يعني هي ممكن برضه تبقى sci-fi، مش فكرة عادية، بس مكتوبة بنفس الطريقة يعني أو فيها نفس الروح زي قانون تتبع الموتى، اللي هي فكرة غريبة أوي، بس بتتحكي بمشاعر إنسانية. ف الmix ده أنا باحبه بصراحة، فأنا باحب أكتبه أو باحس بالاقي نفسي فيه. وبعدين أنا بابقى عايزة في فكرة معيّنة جات جوّه دماغي، فأنا بابقى عايزة أناقشها بصوت عالي، فباناقشها إن أنا باكتبها. ف فيعني ربنا يكرمني بس وأخلّصها يعني، باحاول بس إيه الوقت بيسرح منّي كده، بس إن شاء الله ربنا يكرم يعني. أنتِ خلّيتيني أفكّر في كذا سؤال، هاسألهم لِك ورا بعض بقى.
إيه اللي يخلّيكِ مهتمة تحديدًا بالsci-fi كgenre سواء في روايتِك الأولى أو حتى يبدو يعني في الروايات التانية اللي أنتِ بتشتغلي عليها، الأجواء الغرائبية الغير اعتيادية، ليه النوع ده تحديدًا من الأدب؟ والله هو يعني مش عارفة، أنا مش نوع، هو أنا الفكرة جات وهي اتكتبت، يعني ممكن بُكرة أكتب حاجة رومانسية، أنا باكتب script برضه، باكتب سيناريوهات، فاللي يقرأ السيناريوهات يحس إن إنسانة تانية اللي بتكتب، مش نفس اللي بتكتب في الأدب، بس أنا ما أعرفش، هي الفكرة جات في دماغي وأنا قعدت أودّيها شمال ويمين وأقرأ عنها، فحسيت إن أنا عايزة أرتاح وأكتبها، فكتبتها. آمم ما فيش سبب، يعني أنا لو قُلت لِك ليه اخترت نوع أو باختار أصلًا نوع، لأ، هو أنا بتيجي لي فكرة بتعجبني فباكتبها، ما يعني بُكرة ممكن يعجبني مثلًا أي حاجة تانية، كيف تمشي مثلًا فاكتب كيف تمشي، فما أعرفش، يعني ما عنديش حاجة specific ينفع أقولها في القصة دي. أوكي. طب والجزء العلمي، يعني أنتِ قُلتِ إن لمّا السؤال أصلًا بتاع الموت اتطرح في ذهنِك، إنِّك بدأتِ تعملي research على موضوع الgenes والgenetics وأصلًا إذا كان في إمكانية إنه يحددوا تاريخ وفاة الإنسان، ودي فكرة إمم. الرواية، إمم. إزاي يعني للقراء الواحد مش بيتخيل إزاي تقدري توازني بين إنِّك بتعملي حاجة خيال بس هي بتناقش العلم، في نفس الوقت ما تبانش إنها شاطحة. يعني القصة دي فيها كلام كتير وناس وreviews كتيرة، يعني في كلام كتير الناس قالته عن القصة أو عن الرواية بعد أمّا قريتها. آمم هاقول لِك على حاجة، أنا لمّا ابتديت أقرأ في الموضوع، آآ أول حاجة جات يعني في وشّي، يعني لقيتها في الsearch، هي الresearch اللي الناس عاملينه إن هُم بيقدروا يعرفوا العُمر البيولوجي للgenes. أنا مش عارفة هو إحنا ينفع نحرق في الرواية في الpodcast والّا ما؟ يعني اعمليها بحذر شديد برضه عشان ما نبقاش حرقنا لِك الرواية، يعني طيب أنا هاقول بحذر. أول section خالص اللي أنا كاتباه في أول صفحة فإن شاء الله ما نبقاش حرقنا. آمم ال 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 الresearch المعمول ده already معمول من سنين، يعني دي مثلًا 2011 حاجة كده، من سنين طويلة يعني، إن هُم قدروا يعرفوا العُمر البيولوجي خلايا الإنسان أو للgenes بتاعته، فيقدر يقول لك والله أنت قدّامك مثلًا 30 سَنة وتموت say مثلًا، لو فضلت بالlifestyle بحياتك اللي هي زي ما هي كده كمان 30 سَنة هتموت مثلًا، تمام؟ فأنا أخدت الفكرة دي وبنيت عليها، يعني هي الناس ساعات حصل لها لخبطة إن ممكن تكون فكرة بتتكلم عن العمر البيولوجي، فطبعًا لأ، مش logic إن العمر البيولوجي يبقى هو المحدد الوحيد، لإنك أنت ممكن بكرة تدخّن، ممكن بكرة تعمل أي حاجة، فتأثّر عمرك، ممكن يحصل لك حادثة مثلًا، أي حاجة بقى. فأنا يعني أخدت الفكرة كconcept إن أنا ماذا لو عندي way إن أنا أحدد إزاي هاموت، بس اللي إحنا نعرفه عن الDNA البشري يكاد يكون 10% من حقيقة الDNA البشري، من حقيقة المعلومات اللي بيحملها الDNA البشري، عشان أبقى دقيقة في الكلام. فأنا قُلت ماذا لو إن المعلومات اللي بيحملها اللي هي لسه 90% الغايبة عننا مثلًا، ماذا لو إن هي الDNA ده كإنه log في log الإنسان، موجود فيه من أول ما يموت من أول ما يتولد لحد أمّا يموت data عن الإنسان ده، ف فماذا لو إن حد قدر يفُك حتّة من الlog ده، و كنت لسه هاقول حاجة حالًا هتحرق جامد في الرواية، بس الحمد لله ربنا سترها. أرجوكِ بلاش. بس ف ف هنقول دلوقتي عشان ما يزوّدش ما accumulateش على الموضوع، هنقول لحد دلوقتي يعني كإنّهم قدروا يعرفوا يفُكّوا حتّة من الlog أو من الشفرة دي، ويستخدموها في التحليل اللي هو بيكشف تاريخ الوفاة، وده بقى شيء عام في الحياة كلّها لكل الناس متاح، بس نقطة. ف ف يعني يعني هي علميًا فيها جزء حقيقي،
وفيها جزء طبعًا من خيالي أنا الشخصي مش موجود في الواقع، لإن حتى الآن ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حد قدر يفُك 100% من شفرة الDNA ف100% نبقى عارفين إيه الinformation اللي هو شايلها، بس. بس هل سؤال الموت اللي هو الحقيقة شاغل البشرية منذ وجود الإنسان بكل الأديان وكل الفلسفات والعلم، كل حاجة الحقيقة، سؤال الموت ده هل كان شاغلِك أنتِ كمان؟ وهل ده من بين دوافعِك أصلًا لكتابة الرواية؟ سؤال إيه في الموت بالضبط؟ لإن الموت فيه عدة أسئلة، يعني في ماذا بعد الموت؟ أو هاموت إمتى؟ هاموت إزاي؟ يع أنهي سؤال فيهم؟ كلّهم، كلّهم. select all. select all بالضبط كده. هي فعلًا select all. يعني بُصّي هاقول لِك على حاجة، الصراحة يعني برضه عشان أبقى حقيقية معاكِ، أنا مش بافكّر أوي لمّا هاموت إمتى وإزاي وبُكرة والكلام ده، أنا باحاول إن أنا يعني أبقى اللي أنا فيه دلوقتي ذو قيمة، كان شاغلني ساعتها لو الناس عارفة هنموت إمتى، لو إحنا عارفين، يعني حكمة ربنا في إن المعلومة القوية أوي دي مخفية، يعني الفكرة دي كانت مخوّفاني، يعني الناس مثلًا فاكراني باكتب على الفكرة عشان أنا حاباها، لأ أنا كنت خايفة منها، لو إحنا عرفنا يعني أنا مش عارفة أنا بيّنت ليكم أنا مرعوبة قد إيه في الرواية والّا ما بيّنتش؟ لأ، لأ بيّنتِ، بيّنتِ ما لو تقلقيش. إحنا عرفنا تاريخ وفاتنا، ده شيء مرعب بالنسبة لي، يعني أنا ساعتها في الباص أنا كنت عايزة باقول والله لو أنتم عارفين بكرة هتعملوا فقُلت إيه، لأ أكيد مش هيعملوا كده، بس لمّا قعدت أفكّر لأ، ده الحمد لله إنهم مش عارفين. الحمد لله إن إحنا مش عارفين، فبنعيش الحاجات التافهة الصغيّرة وبنتبسط وبنزعل وبنفرح ومش عارفة إيه، عندنا الجهل بالمعلومة دي عاملنا بني آدمين، يعني humans. ف فمعرفتها أنا حاسة إنها هتاخد قدر كبير من أدميتنا، ما أعرفش يعني دي كانت الجزئية اللي شاغلاني في الموضوع أكتر من أنا ذات نفسي بقى هاموت إمتى وإزاي وفين وليه وهيحصل لي إيه بعد ما أموت، يعني دي بصراحة مش الأسئلة دي مش في دماغي. أنا عايزة أسألِك لو في وجهة نظرِك العالم اللي أنتِ خلقتيه ده آآ بقى حقيقي، هل في أي جوانب إيجابية ممكن تطلع من حاجة زي دي؟ يعني الرواية صوّرت إنه في أغلب الحالات النتيجة بتبقى مأساوية تمامًا، إمم. بس هل ممكن يبقى في أي جانب إيجابي في رأيِك؟ الجانب الإيجابي أنا حاولت أبيّنه من خلال عين روح، إن أنت already بقى عندك فرصة إنك تبني بدل ما تهِد. ممكن تكون أنت دلوقتي وأنت جاهل بالمعلومة ماشي في حياتك بتهِد بس لو عرفتها لأ، هتبقى عندك فرصة إنك تهِد قبل ما تمشي sorry تبني قبل ما تمشي. ف فيمكن حاولت شوية أجيبها من ناحية روح، بس هي الرواية فيها إيه سِكة آمم يعني إيه سيكة كده مش عايزة أقولها كلّها، بس فيها سيكة كآبة شوية فكان يمكن غالب عليها أكتر أو مش هي سيكة، الشخصيات بتاعتها عندهم مشاكل ف ف فكان يظهر أكتر الجانب السلبي للموضوع، وأنا كمان خايفة فلمّا بافكّر في الشخصية يعني أنا بادخل أوي جوّه الشخصية كأن هو اللي بيتكلّم وهو اللي قاعد قدّامي وهو ممكن يقول إيه، فباخد أوي الموضوع من زاويته اللي ممكن تكون فيها حزن أو كآبة على المشكلة اللي هو فيها والوضع اللي هو بيواجهه. لكن كل حاجة في الدنيا ليها إيجابياتها وسلبياتها طبعًا هيبقى في جوانب كتير أوي إيجابية، زي يعني أول وأهم حاجة إن الإنسان بقى عنده فرصة حقيقية إنه يغيّر الواقع بتاعه، يغيّر دنيته، يتحوّل في الكام سنة اللي باقية له لحد تاني. أنا كمان من بين الأسئلة اللي كانت عندي وأنا باقرا شخصية الserial killer اللي هو سليم أظن صح؟ هو الserial killer. أنتِ ككاتبة بتكتبي عن serial killer طيب هل في لحظة الكتابة على الأقل بتبقي متعاطفة مع شخصية بهذه البشاعة خلّينا نقول؟ بُصّي،
في قاعدة أساسية بناخدها لما بنكتب أي حاجة، تكتبيها بقى في الروايات، تكتبيها في السيناريوهات، تكتبيها في أي شيء. علشان ودي القاعدة دي على فكرة موجودة بنسبة 100% في الحياة، فهي already الناس الكتاب والسيناريست والكلام ده واخدينها أصلا من الحياة، إن كل إنسان في الدنيا عنده مبرر لكل شيء. فعشان تعمل شخصية جيدة، بني آدم حقيقي من لحم ودم، مش مجرد حاجة كده خيالية أو حاجة الناس تشوفها تقراها تستمتع بيها أو تشوفها تستمتع بيها، بس تبقى بعيدة عنها، ما تحسش إنها لا يمكن أو ما فيش جانب في حياتها شبه الجانب ده. دي شخصية حلوة بس مش شخصية حقيقية. فأنا باحب أكتب حاجة حقيقية. سليم كان عنده مبررات، هو طبعًا بدون حرق، هو اتعرّض برضه لحياة صعبة، فأنا اديته المبرر بتاعه. لا أتفق طبعًا مع المنهج اللي خده في حياته، لإن برضه باقي الشخصيات زي نور مثلًا كان برضه عنده جزء في حياته كبير صعب، بس ده ما خلاهوش يتحول للتحول بتاع سليم مثلًا. ف ف فسليم عنده المبررات بتاعته ليه هو كده، بس في النهاية المبررات دي لا تشفع ليه لإن هو يبقى وحش. اهم. آآ ف ف already أنا بابقى حاطة ده في اعتباري، أنا already كتبت القصة، أنت لحد قبل نهاية قصة سليم أنت مش عارف هو ليه بيعمل كده. في الآخر كان لازم قبل أمّا أقفل الحكاية ونخش في الحكاية اللي بعدها، كان لازم نفهم ليه الإنسان ده بيعمل كده، مش هو بس على فكرة، هو ونور وميرا وحتى هلال، كل ال4 مش كل تصرفاتهم perfect ولا مثالية، بالعكس عندهم سقطات في شخصياتهم كتيرة. ف بس السقطات دي ليها أسباب عشان هم بني آدمين. حتى الناس إن إحنا مثلًا لو أنا واقفة من حد وأشوف إنسان شرير من برّه، ده أكيد مش عارفة إيه ده، الإنسان ده عنده أسباب على فكرة. أسباب بقى أنا قد أشوفها مقنعة بالنسبة لي فتُصيغ ليّا اللي هو بيعمله ده أو لأ، في النهاية أنا مش ربنا، هو اللي هيحكم عليه ربنا، بس لازم أبقى فاهم إن هو ما فيش حد اتخلق الشر الأعظم وشيطان الكون يعني. كل الناس عندها في حياتها مبررات لكل شيء، ومبررات في منهم مبررات قوية جدًا، بس في الآخر هو اختيار، الحياة كلها اختيار، شوف أنت عايز تختار إيه بقى. في في الرواية كلّها عمومًا في الprocess بتاعة كتابتها، في process بناء العالم اللي هو في الرواية، اللي هو عالم يعني بالنسبة لي باقول شوية dystopian. أنتِ ككاتبة شايفة إن هو أكتر ناحية الsci-fi. إيه أصعب حاجة واجهتِك أو إيه أصعب شخصية حتى، إيه الحاجة اللي كانت معصلجة معاكِ شوية؟ آمم، بُصّي، هي الفكرة بتبقى دايمًا إنّك أنت لمّا بتكتب رواية فيها راوي متكلّم، يعني بيتكلّم بلسانه، أصعب حاجة بتبقى إنّك تجيب صوته. أنا سِت، فلمّا هاكتب بصوت راجل غير لمّا هاكتب بصوت سِت، غير لمّا أكتب بصوت راجل كبير أو سِت كبيرة، في ألفاظي وفي لغتي وفي كلامي. ف فكانت الchallenge والdrafts اللي أنا باعملها إن أنا باحاول دايمًا على قد ما أقدر طبعًا، إن أنا أقرّب أوي لصوت الشخصية وكلامها. فدي يمكن الحاجة اللي كانت بالنسبة لي tricky شوية، أو يعني خدت منّي وقت، حاولت طبعًا أضبطها على قد ما أقدر. وبعديها في الكتابة كان شخصية نور، شخصية نور أنا عِدتها بالكامل. يعني أنا يعني مثلًا لحد draft 2 أو 3 كانت شخصية نور دي حاجة وبقت حاجة تانية أصلًا، اتغيّرت المهنة بتاعتها، اتغيّرت طبيعتها، الفكرة بتاعتها اتغيّرت، ما أعرفش هو أنا إيه، صحيت كده لقيت إن أنا عايزة أغيّر الراجل ده غيّرته. ف ف ف فنور بالذات غيّرت فيه، لإن كمان نور أكتر حد في قصته حاجات بتبيّن يعني النقيضين بتوع العالم ده. ف فيمكن نور أكتر حد خَد منّي وقت،
لكن فيما عدا ذلك تمام، كانت بالنسبة لي بس الdrafts اللي بتتعمل هي تعديلات على إن أنا عمّالة أحاول أجيب صوت الشخصيات، أجيب طريقتها، أجيب أسلوبها. فهي دي بتبقى بس الصعوبة في الروايات المُتكلِّم. آآ الروايات السرد العادي بيبقى ليها صعوبات تانية، بس هي دي كانت بالنسبة لي يعني أكبر challenge في الموضوع. إنّما تخيُّل العالم وكده، أنا عايزة أقول لِك إن أنا من قبل أمّا أكتب الرواية العالم في مُخّي كُلّه تمامًا، بكل حاجة فيه، بتفاصيله كاتباها أصلًا وهي في دماغي 100% متخيّلة هاعمل إيه. وطبعًا حاولت على قد ما أقدر برضه إن أنا أجيب بما يسمح، لإن الراوي المُتكلِّم مش هينفع يقعد يوصف بقى العالم حواليه أوي ويتكلم كده لإن هو عايش فيه، فإن أنا أقعد أسهب في الوصف عن العالم حواليه هتبقى كأنها fake، كأن واحد واقف وعمّال يبُص حواليه وهو أصلًا طب ما ده البيت اللي أنا عايش فيه ده بقى لي عمري كُلّه. حاولت إنها تبقى balanced يعني الصراحة على قد ما أقدر، أتمنى أكون عملتها بشكل كويس يعني. أنتِ قُلتِ إنه شخصيات روايتِك كانت يعني هي المتكلمة الأساسية في الرواية، وإنه دي حاجة تطلّبت منِّك شغل أكتر. آمم، بس عندي سؤال ليكِ يا ياسمين، أنتِ لمّا بتكتبي بتتخيّلي القارئ أثناء عملية الكتابة والّا بتبقي مُنصَبة تمامًا إنِّك بتكتبي لنفسِك أنتِ؟ بُصّي، أنا باتخيّل إن أنا اللي باقرأ، إن أنا باقرأ لي. هاقول لِك ليه، في قاعدة كده أنا خدتها على نَفْسي إن أنا مش هاكتب حاجة إلا لو أنا حاباها. ممكن مثلًا 90% من الناس ما يبقوش حابين بس أنا حاباها فهاكتبها. لإن إيه، يعني زي ذوقي في القراية، يعني أنا باحب أقرأ إيه فهاكتب حاجة شبهه. فدي كانت القاعدة اللي أنا مش عايزة أحيد عنها. فمثلًا لو بابعت لحد مثلًا يدّيني رأيه فيقول لي ده مثلًا عايز يتغيّر أو ده، لو أنا حاسة إن مثلًا التغيير اللي بيقوله متماشي مع رغبتي أنا في القراية، يعني أنا لو قريت ده هابقى مبسوطة، فعلًا باعمل التغيير. لو أنا حسيت إنه لأ، دي حاجة بعيدة عني، أنا لو باقرأ مش هاحب هاقفل الكتاب ده، فما باعملهاش. فالقاعدة الأساسية عندي إن أنا أكتب حاجة أنا هاحب أقراها. يعني لو قفلت الكتاب ورجعت أنا بقى قعدت مع نفسي كده وأنا لوحدي ومسكت الرواية تاني وقعدت أقرا فيها هابقى مستمتعة. ف فدي القاعدة الوحيدة الصراحة، ما عنديش حاجة تانية غير دي. القارئ بقى في العموم اللي هو النهائي، يعني أنا باقول إن شاء الله لو عجبتني أكيد هتعجبني. آمم، في رأيِك أنا برضه السؤال ده دايمًا باشوفه بيتسأل لأي حد بيشتغل بصراحة في حاجة إبداعية مش بس الكُتّاب. في رأيِك إمم. الكتابة أو الأدب هل هو شيء بالضرورة بيحمل معاني كبيرة، يعني بيتكلم عن قضايا كُبرى، النفس البشرية، الهوية، الكلام الكبير ده، والّا الهَم الأساسي من الأدب هو المتعة، السرد، الحكي؟ أنتِ بتميلي لأنهي يا ياسمين؟ بُصّي، هو أنا أصلًا روايتي الأولى يعني فكرتها فلسفية جدًا. بس خلّيني أقول لِك يعني أنا شايفة إيه في الموضوع ده، أنا شايفة إن ما هو أنت لو هتكتب أنت لازم تكتب حاجة تبقى شاغلاك وحاسس إنها شاغلة شريحة زيّك من الناس. ف ف ففي الغالب المواضيع اللي بتشغل الناس من غير ما يتكلموا عنها بصوت عالي أو حتى يتكلموا عنها بصوت بتبقى فيها سِكة فلسفة. يعني مثلًا كل الفنون أغلبها يعني من أكبر الأهداف بتاعتها هو الإمتاع. إن أنا بابقى القارئ أو المشاهد أو المتفرج عايز ياخد جزء من وقته يعمل فيه حاجة ممتعة، فييجي يقرأ الرواية بتاعتك أو الكتاب بتاعك، ييجي يتفرج على الفيلم بتاعك، ييجي يشوف الأغنية، ييجي يتفرج على اللوحة اللي أنت راسمها. هو شخص عايز يسيب الهَم اللي هو فيه ويتبسط شوية. فده واحد من الأهداف الكبيرة اللي ما نقدرش ننكرها في الحياة يعني. فلو أنت عارف تدّي له جرعة فلسفة بطريقة مبسّطة يفهمها ويستوعبها بسهولة ويستمتع وهو بياخدها، والله أنت كده تبقى حققت المعادلة الصعبة الحلوة. يعني بنلاقي بقى إيه اللي بيحصل مثلًا لو حاجة اختلِّت في الموضوع ده، ممكن حد يبقى مدّي جرعة فلسفة رائعة عظيمة، بس أنا باقراها عشان أتعلّم. مش عشان أستمتع، أو مثلًا هتبقى جرعة مكثّفة، فأي حد عادي عايز يهرب من ضغط اليوم بإنه يغوص جوّه كتاب والّا جوّه فيلم والّا بتاع، فيحس إن الموضوع تقيل عليه وبيحمّل عليه، أو إنّك أنت ادّيت حاجة مُبسّطة أوي flat
الإنسان اتفرّج عليها واستمتع بس ما سابتش فيه أي impact، خرج منها زي ما دخل بالضبط، ما علّمتش معاه في حاجة. يعني أتمنى إن أنا دايمًا يعني أبقى باحاول باعمل حاجات بتدّي الفكرتين أو بتدّي الغرضين بشكل مُبسّط، مهضوم، حلو، يأثّر في الناس. في رؤيتِك أنتِ شخصيًا، إيه إمم. أكتر مشهد أنتِ حسيتِ إنِّك كنتِ متأثّرة وأنتِ بتكتبيه، أو بيمثّل حاجة ليكِ يعني شخصيًا؟ لأ، هي الرواية كلّها شخصية مش حاجة واحدة. يعني أنا دايمًا بُصّي، أصل الكاتب هيجيب منين؟ خلّينا واقعيين، ما هيجيب من حياته، هيجيب حاجات هو عاشها طبعًا مش شرط تبقى extreme زي serial killer في حياتي، بس يعني مشاهد من كل شخصية، المشاهد دي عِشتها، ف فأنا مش عايزة أقولها عني، فهاجيبها في الشخصيات للأسف. تفاصيل صغيّرة في حياتهم حصلت لي، فهاقولها في النُص من غير ما حد ياخد باله، علشان أنا عايزة أقولها وأخلص منها. الرواية كلّها على بعضها بصراحة يعني حاجات كتير في النُص منّي، كتير، وحاجات كتير بعيدة أوي عني. هل جالِك أصلًا نقد بقى على الرواية؟ يعني أنا بصراحة ما أعرفش إذا كان في مصر عندنا في نقاد بالمعنى الحقيقي للكلمة والّا لأ. لأ طبعًا في، بس ما عادش في حد بقى بينزّل في جرايد وما فيش جرايد أصلًا. بس مثلًا ممكن ييجي لي آراء، ممكن الناس أعرفهم قروه يقولوا لي رأيهم، ناس ما أعرفهمش يقولوا لي رأيهم، الأغلبية العظمى الحمد لله من الآراء اللي وصلت لي، أنا الله أعلم اللي ما وصلّيش وضعه إيه، بس الأغلبية العظمى من اللي وصل لي كانت الحمد لله آراء إيجابية جدًا، و و وأنا ذات نفسي يعني حصل لي خضّة شوية على فكرة. يعني في ناس قالت لي كلام كبير أوي، حسيت إن أنا الكلام ده أنا باقوله للكُتّاب بتوعي الكبار المفضلين، يعني أتمنى فعلًا إن أنا يعني لو هاكتب جملة واحدة تأثّر في الناس عندي أحسن في شخص كمان واحد عندي أحسن من 100.000.000 كلمة يعني. وحتى يعني لو حد مثلًا هيقول نقد أو حاجة، لأ أنا يعني ما عنديش مشكلة على فكرة مع النقد. يعني لو هو حلو أنا already يعني عندي system كده، لو هو مناسب يعني حاسّاه فعلًا عنده حق، يعني باحكم بالموضوع فعلًا بموضوعية، لو عنده حق ومش باقول كلام بقى اللي هو الكلام اللي الناس بتطلع تقوله لأ أنا باقبل النقد أنا لو هو يعني لو هو حاسة إن فعلًا الpoint دي أنا محتاجة أضبّطها أو كده، لأ أنا باسأله، ولو حد بقى بيقول كلام اللي هو لمجرد يقوله، أنا أساسًا already خلاص عندي زرار في مخي بادوس عليه كأن الكلام ده لا شُفته ولا سمعته. بما إنه جزء من عالم الرواية ليه علاقة شوية بالمستقبل والتكنولوجيا وWelsa وAI وsmart homes وكده، إمم. هل أنتِ رأيِك إيه أصلًا في استخدام الAI في الكتابة الأدبية لو دي حاجة أصلًا بتتعمل، وفي وجهة نظرِك هيأثّر إزاي الAI على النشر وعلى الأدب تحديدًا لو هنتكلم على الروايات مثلًا؟ والله أنا فعلًا في ناس أعرفهم يعني ورّوني حاجات مكتوبة بالAI، يعني هي بقى دي اللي إحنا الصنعة مضبوطة، already عامل رواية بحبكة، بشخصيات، مش عارفة إيه، بس ده رأيي أنا، الله أعلم الباقيين رأيهم إيه. أنا حسيت إنها فعلًا هي باين عليها إنها مش آدمية، باين عليها إنها حاجة flat، ما فيش إنسان حَط من نَفْسه ومن روحه فيها، ما أعرفش، يعني أدينا هنشوف، ما أعرفش، مش عارفة وارد طبعًا أنا أصلًا يعني برضه سمعت إن كمان بقى في أفلام بتتعمل completely بالAI، وبتبقى فيها يعني في حاجات شُفتها فيها واقعية يعني قابلة للتصديق، أنا زيِّك والله يعني أدينا بنشوف، يعني هتبقى خبر تعيس طبعًا لإني أول ما ابتديت آخُد قرار الكتابة والنشر ييجي الAI يكسّر القصة دي، بس أنا عن نفسي أنا باكتب عشاني، فأنا هافضل أكتب بقى سواء نشرت ما نشرتش أنا وحظي يعني. ميرسي جدًا يا ياسمين، دي كل الأسئلة اللي أنا كنت محضّراها، فحابة أسألِك لو في موضوع أنتِ حابة نتكلم فيه، والّا تحبي توجّهي رسالة لمستمعي البودكاست والقُرّاء اللي قرأوا الرواية والقُرّاء المهتمين إن هم يقروا الرواية؟ أتمنى لكل الناس اللي هيسمعوا البودكاست دي إن هم يقروا قانون تتبع الموتى، يبعتوا لي بقى
الريفيوز أو النقد بتاعهم هتقبله يعني. أتمنى إنها تأثر في الناس ولو بمقدار 1 مثلا في المية زي ما أثرت فيا، وتبقى جميلة وممتعة ليهم، يعني ياخدوا منها information بانبساط وباستمتاع يعني. وبس دي كانت حلقتنا النهاردة من البودكاست، استضفنا فيها الكاتبة ياسمين سعيد الجوهري واتكلمنا فيها عن روايتها الأولى قانون تتبع الموتى الصادرة عن دار ديوان. لو عندكم اقتراحات أو تحبوا نتكلم في أي موضوع ابعتولي على صفحة البودكاست على انستجرام أو على تيك توك. تقدروا تتابعوا البودكاست على كل منصات البودكاست الرئيسية، سبوتيفاي، أبل بودكاست وأنغامي، وأحيانا بحط الحلقات على يوتيوب. أشوفكم أو تسمعوني الحلقة الجاية. باي.